السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي شائك، الا وهو علاش الجزائر كتخاف من النفوذ الاقتصادي المغربي. فكبدايه ديال التحول الجيوسياسي منذ العقد الاخير، المغرب ما بقاش كيتعامل مع افريقيا كجوار فقط، بل كعمق استراتيجي من خلال رؤيه ملكيه واضحه. الرباط دخلت بقوه في مشاريع اقتصاديه، دبلوماسيه ودينيه، وخلقت شبكة علاقات متينة مع دول الساحل والصحراء. هذه الدينامية الجديدة خلات الجزائر اللي كانت كتعتبر نفسها الحارس التقليدي للمنطقة تحس بتهديد وجودي. في هذه الحلقة غادي نغوصوا في الأسباب الحقيقية وراء هذا الخوف، وشنو كيعني النفوذ المغربي بالنسبة للجزائر. المغرب ماشي غير كيدير اتفاقيات، بل كيبني منظومة اقتصادية متكاملة، من مشروع أنبوب الغاز الأطلسي اللي غادي يربط نيجيريا بالمغرب، مرورا بموانئ الأطلسي اللي غادي تفتح الباب لدول الساحل نحو التجارة العالمية. مبادرة إفريقيا الأطلسية كتسعى لتأسيس تكتل إفريقي جديد بعيد عن الهيمنة التقليدية، وكيعتمد على الاقتصاد الأزرق، الأمن البحري، وربط شبكات الطرق والطاقة. الرباط كتشتغل بمنطق رابح رابح، وكتقدم نفسها كبديل موثوق، خصوصا بعد انسحاب بعض الدول من مجموعة إكواس وبحثها عن شركاء جدد. كما كنعرفوا أن الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في ملفات حساسة بحال اتفاق السلام مالي، ولكن فقدت المصداقية. التدخلات اعتبرتها باماكو غير محايدة. توترات مع النيجر بسبب ترحيل آلاف المهاجرين زادت من عزلة الجزائر وخلاها تفقد نفوذها في الساحة الإفريقية. حتى المشاريع الكبرى بحال أنبوب الغاز الثلاثي تعطلات بسبب غياب التنسيق والثقة بين الجزائر والشركاء ديالها. موريتانيا كذلك اللي كانت كتقرب من الجزائر ولات كتفضل التعاون الاقتصادي مع المغرب، خصوصا في مجالات الصيد البحري والبنية التحتية والفلاحة. الجزائر كتعتبر الساحل منطقة حساسة أمنيا، خصوصا مع وجود منشآت نفطية وغازية في الجنوب وخوفها من امتداد نزاعات. النفوذ المغربي ماشي فقط اقتصادي، بل كيمتد للمجال الديني عبر تكوين الأئمة، نشر نموذج إسلامي معتدل، وهو مجال كانت الجزائر كتحتكره تقليديا. الرباط كتقدم نفسها كقوة ناعمة، كتخاطب الشعوب قبل الحكومات، وكتستثمر في الثقافة والتعليم باش تبني علاقات طويلة الأمد. هذا النموذج كيتناقض مع المقاربة الجزائرية اللي كتعتبر أكثر بيروقراطية وأقل مرونة، وهذا الشيء كيخلي المغرب أكثر جاذبية. الخوف الجزائري من النفوذ المغربي ماشي وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات دبلوماسية اقتصادية وأمنية. المغرب كيبني نفوذ هادئ ولكن عميق، والجزائر كتواجه تحديات داخلية وخارجية كتخليها في موقف دفاعي. السؤال اليوم: واش المنطقة غادي تعرف توازن جديد؟ واش التنافس غادي يتحول تعاون، ولا غادي يبقى صراع رمزي بين نموذجين مختلفين؟ المستقبل وحده كيعرف الجواب، ولكن المؤشرات كتشير أن المغرب غادي في طريق تصاعدي، والجزائر خاصها تعيد النظر في المقاربة ديالها. شكرا لكم على المتابعة. متنسوش أنكم ديروا لايك، اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.